اهلا بيكم اصدقائي في كل مكان. خليكم مستعدين. النهارده مش قصة رعب ولا قصة عن الخيال المرعب. دي قصة حقيقية حصلت فعلا في مصر، وكل الناس شاهدة عليها في الصعيد. وقصة لواحدة أجنبية تقريبا كده لبسها جني فرعوني. عبارة عن طفلة صغيرة كانت عايشة في أوروبا. الطفلة دي بتلعب ومبسوطة وبتجري، وفي يوم من الأيام وقعة شديدة جدا، وكانت بتفرفر خلاص، وحالتها خبطة يعني رهيبة جدا. فأهلها خدوها على السرير، والبنت بتنازع وسكتت خالص وهدوء، فافتكروها ماتت. رعب وحزن ملا البيت كله. بنت صغيرة، وفجأة سمعوا صوت في الأوضة، ففتحوا الباب لقوها بتتنطط وبتلعب عادي على السرير. لحد هنا هم مش عارفين ايه اللي حصل. كشف عليها الدكاترة، بنت كويسة. ممكن اتخضت، ممكن الخبطة كانت جامدة فأغمى عليها، ممكن اتلبست، في حاجة حصلت لها. بعد كده راحوا زاروا مرة متحف للآثار الفرعونية، فالبنت ابتدت تقف جنب تماثيل الفراعنة الكبار وتقعد تبوس فيهم وتقول لهم أهلي، دول أهلي، أنا عايز أروح عند أهلي، أنا أعرفهم، دول أهلي. الناس قعدوا يعني طفلة بتعيط وبتصرخ عادي يعني، بس يا حبيبتي، بس يا ماما، بس يا حبيبتي، وخدوها ومشوا ونسيوا الموضوع. كبرت، بقت في سنة ابتدائي كده تقريبا، أوائل المرحلة المتوسطة اللي هي الإعدادي. البنت دي حبت إنها تتعلم اللغة المصرية، والعجيب ابتدت تدور إزاي، أو معرفتش لحد ما وصلت ثانوي أو دخلت الجامعة. ابتدت تاخد فعلا كورسات وتدرس اللغة الفرعونية، واكتشف المدرس بتاعها إن هي تعرف اوريدي، بتعرف تتكلم فرعوني كويس جدا جدا كمان، وإنها فاهمة المصطلحات، وحاجة عجيبة خالص. فكان مستغرب ممكن تكون يعني شاطرة في اللغات. البنت دي اتعرفت على واحد بيحب مصر قوي ويحب يعيش في مصر. قالت بس ده لقطة، راحت اتجوزته وجابت ولد وسمته اسم فرعوني. لحد كده تمام، حلو جدا. سافرت مصر تعيش او تتفسح الاول سياحة، وعجبها الجو جدا، فاقنعت جوزها ان هما يعيشوا في مصر. وبعد كده جاب ابوه كمان، الجو حلو بصراحة عندنا، وجاب ابوه يعيش معاهم كمان في مصر، هي وابنها وجوزها وحماها. ابتدت تظهر عليها حاجات غريبة جدا، ان هي بتكلم حد بالليل، في حد بيكلمها، في صوت حد بيكلمها، في صوت تخين في البيت. فحماها كان بيستغرب قوي، هو ايه الصوت ده؟ لدرجة مرة شافها كذا مرة بيشوفها بتتكلم مع الهوا. فابتدى يقول لجوزها دي مالها، دي فيها ايه، ما تروح توديها الدكتور يا ابني، حرام عليك مراتك. وهي لا، هي كويسة، بتتواصل مع حد من الملوك الفرعونيين، او هي لبسها روح فرعوني قديم. فيها حاجة حصلت لما وقعت واتخضت، ومحدش سمع عليها غالبا. In a previous existence more than 3,000 years ago. Well, it's a rather odd story. When I was 3 years old, I fell downstairs and, of course, knocked unconscious. My parents fetched the doctor, who examined me very carefully and said I was dead. And as I was the one and only, and the apple of my mother's eye, I mean, she went off the deep end and everybody was fussing around her. لدرجة ان هي راحت في مصر بعد الحاجات اللي هما بقى لقوها منها دي، ابتدوا يخافوا انها بتمشي بالليل وفي اصوات بالليل. وبعد كده مرة شافوا جوزها بقى، شاف الظل الاسود ده، او راجل في الاوضة بظل اسود وبيتكلم معاه وبيزعق له. فخد اليافاكيك هو وباباه والولد وسافروا وسابوها خالص، هي خلاص مش عايزين. فهي حاسة ان هي كانت عايشة قبل كده في مصر في مكان اسمه معبد أبيدوس. سافرت هناك وفضلت عايشة في القرية البسيطة دي، وقدمت في وزارة الآثار، ولقت شغلانة حكومية هناك، إنها كمشرفة كمرممة للآثار. كانت بتعرف تقرأ اللغة الهيروغليفية. ونزلت في القرية بقى، واحدة أوروبية ساكنة في القرية لوحدها كده. فالأول نزلت عند فلاح بسيط، راجل من الصعيدة يعني وكده، فهو مراته وأولاده. استضافها، هتقعد فين، مفيش اوتيلات، ده قرية. فابتدت البلد تتكلم ان الراجل ده رايح جاي معاها وكل شويه بيوديها المعبد وكده. فخافت مراته عليه ان الست دي تخطفه، فقالت له لا، ما تقعدش عندي في البيت. طب هتروح فين، طب نرميها، طب ما هي جايه ضيفه، طب دي قالت له ماليش فيه.
المهم راح واحد تاني بقى كان بيشتغل زي غفير على المقابر الفرعونية، وده قال لها ممكن تيجي تسكني عندي في البيت، وأجر لها أوضة تقريبا، وهي كانت بتشتغل في الوزارة الصبح يعني، وبعدين بتدفع لإيجار الأوضة، وكانت ساكنة جنبه يعني مفيش مشكلة. وعاشت يمكن 30-40 سنة في القرية دي، وهي حاسة ان ده بيتها، وان هي كانت عايشة هنا قبل كده، وان معبد أبيدوس ده هي كانت عايشة فيه قبل كده. ومن كتر ما كانت بتقرأ الجدران الكلام الموجود على الجدران في المعابد، بقت تعرف وصفات للشفاء الناس من الأمراض البسيطة، يعني ممكن مغص، تعب، كحة، مش عارفة ايه، هي مكتوب على الجدران في المعابد زي حاجات طبية كانوا بيستعملوها بدائية كده، لكن قوية جدا وبتشفي الناس. ومجرد الناس ما كانت بتخف فكانوا بيحترموها، او يعني ست كويسة. حتى الأطفال لما بيعيوا ويجوا يدوها تديهم وصفة من الوصفات، الست دي كويسة تمام. فاتشهرت قوي كده لدرجة في فيلم تسجيلي عنها وعن حياتها، وانا بخاف منها، بحس ان ده فيلم رعب. هي الست دي يا اما ملبوسة يا اما ملبوسة، مفيش حاجة اسمها، مفيش حاجة تانية، مفيش حاجة تانية. لان هي بقى عملت حاجات تاريخية متسجلة في مصر وفي الوزارة، ان هي اكتشفت وبقت تقول لهم ان هنا في حديقة للمعبد. ايش عرفك يا ست الكل، احفروا بس، هنا في حديقة للمعبد، هنا هتلاقوا الهول، هنا معرفش وهنا في تماثيل مدفونة. والعجيبة ان البعثات كانت بتسمع كلامها، وكانت بتكتشف اكتشافات عظيمة جدا، ان فعلا اكتشفوا حديقة للمعبد ده، واكتشفوا مومياوات محطوطة بالطريقة الفلانية في المكان اللي هي قالت عليه اساسا. وكانت مسمية نفسها ام دوس، او ليها اسم كده اللي هي فرعوني برضو. وان ليها قصة ان هي كانت عايشة وقت الفراعنة، وكانت بتعمل كاهنة في المعبد أبيدوس ده، وجميلة جدا وهادية. ومفروض الكاهنات دول مش بيتجوزوا، فمين شافها واعجب بيها؟ الفرعون. فنشأت بينهم قصة حب. وطبعا ما ينفعش فرعون مصر، ودي من الكاهنات يعني المقدسات، المفروض للنيل والحاجات دي ما مش بيتجوزوا. لكن هي فعلا اتورطت مع الفرعون ده، وخافت ان هو حد يعرف فصورته تبقى وحشة، لدرجة ان هي اللي كانت حامل وما قالتلوش وما قالتش لحد وانتحرت، ماتت منتحرة. وكانت روحها دي بتعذب الست الأوروبية دي طول الوقت، وحاسة ان هي الشخصية دي، وان هي الست دي، وان هي عايزة تروح تعيش هناك وفضلت عايشة في المكان ده لحد ما ماتت كمان في نفس البلد، والمدفن بتاعها موجود هناك. ويحكي كان في فيلم تسجيلي قديم خالص لقيته على اليوتيوب للغفير اللي كانت ساكنة عنده، وللبعثات برضو اللي كانت أجنبية بنطق باللغة الإنجليزية، إن هي ازاي اكتشفت الحاجات دي. فكرة الفيلم قائمة على تناسخ الأرواح. احنا مش بنؤمن بتناسخ الأرواح، لأن كل روح مسؤولة عن أعمالها لفترة زمنية معينة ربنا بيديها، وبعد كده هتتحاسب عليها بس. يعني مفيش حاجة اسمها ان انت ممكن روحك دي تروح في حتة تانية او كده، لا ما سمعناش وما حصلتش. يعني ده مجرد خزعبلات. هي الأوقع ان هي لما وقعت اتخضت او اتلبست بشخص، اللي هي الست المنتحرة دي او حاجة، روحها ممكن كانت معذبة، وهي عذبت الست دي. حكيت لكم قصة رعب حقيقية حصلت في مصر، يا رب تكون تعجبكم. ولو عجبتكم يا ريت تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة، وما تمشوش من عندنا ابدا ابدا. ان شاء الله اشوفكم دايما